البارح 22 فبراير 2026 في الساعات الاولى ديال الفجر بدات حرب حقيقيه في المكسيك، وماشي مع امريكا وماشي مع شي دوله جاره، ولكن مع اكبر كارتير ديال المخدرات سميتو كارسيل والجيل الجديد، باللي مات الزعيم ديالهم المينتشو. في الساعات القليله انفجرت مدينه خاليسكو المكسيكيه من بعد ما كانت مدينه هادئه، تحولات لغوات وقرطاس غير كيتشاير. نزل الجيش والقوات الخاصه مدعومين بالحرس الوطني وبطائرات مقاتله، الهليكوبترات وحتى المدرعات، ومن جهه اخرى وحتى الكارتير هما كذلك هبطوا بجيش شبه نظامي، مدرعات، طوموبيلات مصفحه، وحتى العناصر ما قدراتش ان تفرق بيناتهم وبين القوات الخاصه المكسيكيه، حيت اللباس ديالهم والهيئه ديالهم بحال بحال. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو كيفاش تزاد هذا الكارتيل، كيفاش كبر وسيطر وحتى ولا دوله داخل دوله، وكيفاش قتلوا المينتشو. في الجزء الاخير من هذا الفيديو غادي نهضروا على كاس العالم اللي بقات ليه غير 3 شهور، واش انه غيتنظم تما الا بقات هاد النزاعات ولا لا. فلكن انت اول مره غتشوف الفيديو ديالنا ما تنساش الاشتراك في القناه، بغينا ان شاء الله نوصلوا ل 1000 مشترك. نبداو. القصه سيدي بدات في الصباح بكري ديال 22 فبراير 2026 ملي توصلت القوات المكسيكيه بمعلومه استخباراتيه من الولايات المتحده فيها البلاصه فين مخبي المينتشو، وبالضبط في ولايه خاليسكو. وعلى هذا الاساس وزاره الدفاع المكسيكيه اعلنت على عمليه سميتها درع خاليسكو، تعاون بين الجيش والقوات الخاصه اللي فيها الدعم الجوي والحرس الوطني المكسيكي. في 5 ديال الصباح بدات الغاره، والقوات المكسيكيه اقتحموا المجمع ووقع اشتباك عنيف. منين حاول يهرب من بعد ما قتلوا جميع رجاله والحراس ديالو، تصاب المينتشو بجروح خطيره، ومع 7 ديال الصباح سهل الاشتباك وتشد وتدار ليه نقل جوي بسرعه لمدينه مكسيكو، ولكن مات في الطريق. في 9 ديال الصباح ملي تاكد الخبر ديال مقتل المينتشو تفجر واحد الغضب انتقامي خطير من طرف كارتيل جاليسكو الجيل الجديد، حيث ان تشلات مناطق واسعه في المكسيك، تحرقوا المحلات، البنوك والطوموبيلات، وقوافل مسلحه تحطات في الشوارع ديال غوادالاخارا وحتى في بويرتو فالارتا. وهاد جوج المدن راه غادي يستقبلوا مباريات كاس العالم من هنا ل3 شهور، ولكن الحرب ما بقاتش في الزنقه. تسربات تصاور وفيديوهات مرعبه للسياح كانوا في المكان والوقت الغلط. بالعشيه تزاد العنف والهجوم على المشاريع التجاريه والابناك وحتى المطارات، تسدوا بزاف ديال المطارات وتلغوا العشرات الرحلات خوفا من استهداف الطيارات المدنيه. يعني كانوا خايفين انها تستهدف بصواريخ ولا بالار بي جي، يعني كانت غادي تكون واحد المجزره كبيره. نهار 23 فبراير 2026 تلغات المدارس وتفرض حظر التجوال شامل، وتصدر تحذير الناس باش انهم يبقاو في ديورهم. حتى الماتشات ديال الدوري المكسيكي تاجلات. تصوروا اللاعبين كيجريو من الملاعب غوادالاخارا، ثاني اكبر مدينه في المكسيك. المشهد كان بحال شي مرحله من لعبه جي تي 5. العافيه شاعله في العشرات ديال الطوموبيلات، حواجز في الطرقات، كيوقفوا الناس ويحرقوا السيارات ديالهم، وحتى الشاحنات ديال الغاز والمازوت ما سلموش منهم. اعمده الدخان كانت باينه من البعيد بعشرات الكيلومترات. وفي بويرتو فالارتا اللي معروفه بالهدوء والشواطئ الزوينه والاستجمام، حرب الشوارع وصلت حتى للبحر. السياح اللي كانوا مفكرين انهم يدوزوا واحد النهار مشمس وعطله هانيه لقاو راسهم وسط رعب اللي ما شافوش من قبل، مشاو كيجريو باش يتخباو ويتحصنوا في المنتجعات. مدن كانت عامره بالحياه حتى ولات بين الليل ونهار مدن اشباح. الجيش نزل بقوه في الزنقه، ولكن الكارتير اللي خدام بتنظيم مركزي كان رد فعل ديالو اسرع واقوى، حيت عندهم خلايا ناعسه في كل المدن، دارت تعبئه سريعه واوامر واضحه بالانتقام. السؤال اللي كيحير راسو دابا كيفاش وصل هذا الكارتير لهاد الدرجه، وكيفاش ولا كيقارع الدوله ودار دوله داخل دوله. عندهم جيش وموظفين وبنيه تحتيه واقتصاد ضخم، وعندهم قاده وسياسيين تابعين لهم، يعني بقات خاصهم غير حكومه وبرلمان وغادي يعلنوا عن الانفصال. دابا غادي نبداو بكارتيل كاليسكو الجيل الجديد، تزاد بعد انشقاق شي عناصر من كارتيل ميلينيو، واللي حتى هو متفرع من اتحاد سيناليو اللي كان مسيطر في واحد الفتره. كارتيل ميلينيو كان متخصص في تصنيع وتهريب الميثامفيتامين للحدود الامريكيه. تخيلوا معايا بالطريقه اللي كتفكرك في مسلسل بريكين بيرد. نقطه التحول كانت في 2009 منين تشد اوسكار اورلاندو نافا فالنسيا الملقب بالإيلوبو. وفي هذاك الوقت مات ايغانسيو اللي معروف بناتشو، وهنا وقع واحد الفراغ كبير في الساحه. وهنا دخل نيميسيو اوسيغويرا المعروف بإلمينتشو، هو اللي مات ونايض عليها الضجه. باش نحاول نحددكم في الصوره، كان بوليسي سابق ومن بعد ولا واحد من اخطر الوجوه في العالم الاجرامي، تحالف مع بقايا ميلينيو خصوصا العائله ديال فالنسيا، بدا كيخطط انه باش ياخذ العرش. وفي 2010 تعلن رسميا على كارتيل جاليسكو،
وبدا يخدم بعقليه الشركات الكبرى، توسع سريع وسياسه الاندماج، بدا كيضم عصابات صغيره تحت الجناح ديالو، وهكا بدا كيقضي على المنافسين. وبحلول 2012 ولا مسيطر على شبكه تهريب الساحل المكسيكي حتى الساحل الامريكي، ولا من اسرع التنظيمات الاجراميه نموا في المكسيك. الميزه اللي كانت عنده هو التنظيم ديالو اللي كان كيشبه الشركات العالميه بحال الشكل ديال ماكدونالدز وبرجر كينغ، يعني كيخدم بداك النظام ديال الفرانشيز، يعني تقدر تحل الفرع ديالك داخل او خارج المكسيك، ولكن في الواقع ما كتبيعش قهوه ولا برجر، كتبيع المخدرات. الاسم والمنتج والارباح الاساسيه راجعه للكارتير الام، وانت غير مسير محلي. تخيلوا معايا بهذه الاستراتيجيه بحلول 2025 كان عندهم وجود في 23 ولايه من اصل 31، وسيطروا على الموانئ مهمه بحال ميناء مانزانيلو، وباش يدخلوا مواد كيميائيه من الصين. وهذا النظام الفرانشيز خلاهم يوصلوا لاكثر من 40 دوله: الولايات المتحده الامريكيه، اوروبا، استراليا، اسيا وافريقيا. تخيلوا معايا الارباح كانت بالمليارات. ما كانوش غير مخدرات، كانت سرقه النفط، التجاره بالبشر وخصوصا المهاجرين، شبكات الدعاره، التجاره بالسلاح، وحتى الدول بحال البرازيل وكولومبيا وحتى المناطق النزاعات في افريقيا كانوا تيبيعوا لهم السلاح. ولكن السر الحقيقي ما كانش غير العنف، كان الفساد، الرشاوي ديال البوليس وقضاة السياسيين وحتى العسكريين. والمينتشو بحكم انه بوليسي سابق كان عارف التكتيكات ديال الدوله وكيعرف انه يسبقهم بخطوه. 2015 من بعد واحد العمليه عسكريه دارت ضد المينتشو، ردوا عليهم باسقاط مروحيه عسكريه وقتلوا الجنود. وهنا وصلوا لهم واحد الرساله واضحه على انه ماشي غير عصابه ولكن قوه كتستعرض العضلات. العنف ديالهم كان مرعب: قطع الرؤوس ببثوث مباشره، مقابر جماعيه، حرق الناس احياء، تعليق الجثث على القناطر. وكانوا مسؤولين على نسبه كبيره من 30 ألف جريمه قتل سنويه تقريبا. وهذه النقطه دخل الملف حتى لسياسه دونالد ترامب اللي خلى محاربه الكارتيرات جزء من حملته الانتخابيه، وبنى جدار عازل طويل على الحدود. والقصه ديال المينتشو بوحدها راه فيلم تزاد في 1966 في اغويلا، عاش في الفقر وهاجر لامريكا وهو شاب، ودخل في المخدرات وتشد في 1994 على الهيروين. دوز واحد 3 سنين ديال الحبس وهزوه للمكسيك، وهنا دخل البوليس في خاليسكو. من بعد رجع للعالم الاسود ديالو. مرته روزاليندا كانت المسؤوله على الشبكه الماليه وكانت عندها اكثر من 70 شركه مرتبطه بالكارتيل. تشدات اكثر من مره وتحكم عليها في 2023 ب5 سنين ديال الحبس. وعاد دوزو دابا لولدو المينشيتو سلم لامريكا وتحكم عليه بالمؤبد في 2025. وبنته جيسيكا كانت مكلفه بغسيل الاموال، تحكم عليها ب30 شهر. ودابا اللي كيزيد يخوف العالم هو كاس العالم 2026. ما بقى لي غير 3 شهور وغيتنظم في كندا في الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك، وغيبدا بالضبط في 11 يونيو 2026. المكسيك بوحدها غادي تستقبل 13 ماتش، وبعض منهم غادي يكون في غوادالاخارا اللي شاعله دابا. وحتى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قال انهم كيراقبوا الوضع، حيت راس المال ديال اي حدث عالمي هو الامن والامان. وانا شخصيا كنت كنحلم انني نزور المكسيك ونشوف الحضارات المايا والازتيك، ولكن ملي كتفكر ان قوه الكارتيرات كتوازي قوه الدوله كتولي لك انك كتراجع الحسابات ديالك. ودابا بغيت الراي ديالكم في هذا الموضوع. فين بقات هذه الحرب هذه في المكسيك؟ فشنو هي القرارات اللي ممكن تتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الوضع؟ كتبوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش الاشتراك في القناه. حياكم الله.